اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض كده شويه مايونيز. طبعا انا المايونيز دلوقتي غالي، غالي من بره. حتى لو حاولنا نقتصد ونعمل وجبنا الكيس ده من بره برضو ما بيكفيش معانا حاجه. فانا طبعا هعمل كولسلو، وهعمل كميه كولسلو كبيره. فانا هجيب مايونيز منين؟ فانا لازم نعمل المايونيز، وهنعمل المايونيز في البيت ومن غير بيض. من غير بيض، ايوه من غير بيض. تعالوا نقول المكونات على السريع، بس في ملحوظه كده، اهم حاجه في الموضوع الزيت. ان انا لما استخدم زيت استخدم زيت يكون نقي، يكون زيت ريحته حلوه، ما يكونش الزيت يعني هيدينا طعم مش كويس يعني. تمام. فانا هنا واخده استخدمت الزيت اللي هو عباد الشمس ده، وكده يكون افضل عشان يطلع معايا المايونيز كويس. تعالوا بقى بينا نقول المكونات كلها كده. انا عندي هنا كوبايه حليب، كوبايه حليب. تمام. عندي هنا معلقه من الخل. عندي معلقه صغيره سكر، وربع معلقه ملح عشان اوازي الطعم بتاع الايه المايونيز. تمام. هو شبك في البتاع بس مفيش مشكله خالص يعني. نزل ايه الملح اهو. تمام حبيبي. وعندي هنا عصير ليمون، معلقه، يعني معلقه عصير ليمون. وعندي هنا معلقه من المستردة، معلقه كبيره من الايه المستردة اهو. دي كل المكونات هحطها ما عدا الايه الزيت، ما عدا الزيت. ليه؟ الزيت هنحطه في الاخر بعد ما نضرب ده. عندك طبعا اختيارات كتير. عملنا بالهاند بلندر، او هنعمل في الخلاط، او هنعمل في الكبه، مش هتفرق معانا. المهم كله في النهايه ان شاء الله رب العالمين هيطلع مظبوط. اضرب الخليط ده شويه الاول، وبعد كده ابتدي احط الزيت بتاعي حاجه كده ببسبوسه عشان احطه واحده واحده. هبتدي بقى حبايبي اهو احط الزيت بقى وانا بضرب. تمام. هيبتدي بقى الصوت بتاع الخلاط يتغير، او بتاع الهاند بلندر يتغير، هيبقى مكتوم كده، وده دليل ان احنا ماشيين صح. هبتدي اضرب بقى لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. اشيل الحاجات اللي على الحواف دي واضربه واخلص. كده حبايب قلبي خلاص خلصنا المايونيز بتاعنا بالشكل السريع ده اللي انتوا شايفينه اهو. شايفين عامل ازاي اهو. بس طبعا هو لسه هيجمد شويه لما هندخله الايه التلاجة. بس زي ما انتوا شايفين هنحطه بقى في بوله كده ونشوف. بس نعمل ده الاول كده، ننزل اللي على الايد كده كده حبايبي. طبعا الطريقه موفره قوي قوي قوي، وهتخلينا نعمل كميه كبيره كده حبايبي. زي ما انتم شايفين المايونيز بتاعنا عامل ازاي وبدأ يجمد شويه. هنحطه بقى في البرطمان زي ما انتم شايفين كده. وطبعا ده ممكن يقعد معانا ب3 4 ايام يعني حسب الاستخدام، وخصوصا هو كمان ما فيش فيه بيض، فامان ان احنا نقعده فتره يعني. طول ما هو قاعد في التلاجة مش هيحصل له حاجه. تمام حبايبي. كده عملنا من كوبايه حليب، باقي هنا شويه كمان برضو هنستغلهم، مش هنرمي حاجه. من كوبايه حليب عملنا البرطمان ده
لو جبناه الحجم ده، لو جبناه من الماركت طبعا هيبقى بمبلغ وقدره. عملناه احنا في البيت بطريقه اقتصاديه قوي قوي قوي، بالنسبه ان احنا مش حاطين فيه بيض كمان، والحاجات بتاعته متاحه عندنا في البيت. اتمنى لو الفيديو عجبكم حبايب قلبي ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا الجرس حبايبي عشان يوصلكم كل جديد، ويا رب دايما اشوفكم بالف خير.